الاجتماع الجاي بس السنة الجاية إن شاء الله. آه زي ما انتوا شفتوا كده عنوان العظة: إن كنت لا أفتح لكم قوى السماء. كلمة قوة يعني طبقات، أفتح لكم السماء يعني. وأكيد لما ربنا يفتح السماء تنزل خير. ولو جينا نشوف الكلام ده اتذكر فين، هنلاقيه في آخر سفر في الكتاب المقدس في العهد القديم. آخر سفر في الكتاب المقدس في العهد القديم وهو سفر ملاخي، إصحاح 3. ونلاقي كده اللي معاه كتاب مقدس معنون يقول كده: الإنسان يسلب الله. كلمة صعبة جدا، ده عنوان اللي حطه اللي ترجمه الكتاب المقدس. الكتاب المقدس اللي في ايدينا ده ترجمة، مش النص الأصلي. فاللي ترجمه الكتاب المقدس حطوا عنوان للبراجراف اللي هنقراه ده: الإنسان يسلب الله. يعني البشر بيسرقوا ربنا. فبيقول كده: من أيام آبائكم حدتم عن فرائدي. حدتم يعني بعدتم، ولم تحفظوها. ارجعوا إلي أرجع إليكم، قال رب الجنود. فقلتم بماذا نرجع؟ يعني يا رب عايزنا نرجع نعمل ايه يعني؟ راح سألهم سؤال: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني فقلتم بما سلبناك. سرقناك في ايه؟ في العشور والتقدمة. قد لعنتم لعنا وإياي أنتم سالبون. يعني الموضوع وصل لدرجة اللعنة. وإياي أنتم سالبون، ده أنتم بتسرقوني أنا. هذه الأمة كلها هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام، وجربوني بهذا. وعلى فكرة الجملة الوحيدة أو الوصية الوحيدة اللي ربنا قال لك عايز تشوف شغلي معاك وعايز تجربني، كان في الموضوع العشور التقدمة. الحاجة الوحيدة اللي ربنا قال لك جربني فيها. وجربوني بهذا قال رب الجنود إن كنت لا أفتح لكم قوى السماء. طب يعني تفتح قوى السماء تعمل إيه يا رب؟ أفيض عليكم بركة حتى لا توسع. يعني أديكم بركة لدرجة إن أنتوا ما تعرفوش تستوعبوها. وانتهر من أجلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر. يعني يبقى في بيتكم في بركة، مفيش سوس تاكل أكلك، ولا عتة تاكل الحاجة بتاعتك، ولا الأكل يبوظ. أنتهر لكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض، ولا يعقر. يعقر جاي من كلمة عاقر. ولا يعقر لكم القرن في الحقل. يبقى الحقل بتاعكم بيدي ثمر، ما يكونش عاقر. قال رب الجنود. يعني ربنا شايف ان الانسان اللي ما بيقدمش العشور انسان حرامي بيسرق ربنا، والموضوع وصل مع ربنا للعنة. وقال الانسان اللي بيلتزم بالعشور والبركة دي افتح له قوى السماء، افتح له طبقات السماء، وادي له خير ما يستوعبوش. ادي له خير ما يستوعبوش. دي الوصية اللي جت في نهاية العهد القديم. لكن موضوع العشور ده مش وصية جديدة على الإنسان. يعني أنا شوية كده ممكن نرجع من أول الكتاب المقدس، هنلاقي إن موضوع العشور ده ما كانش جديد على الكتاب المقدس. لكن خلينا الأول نحكي قصة حصلت في العهد الجديد لئلا يفهم الموضوع متعلق بالناموس ومتعلق بالعهد القديم. نرجع بس النقطة كده في العهد الجديد، وبعد كده نبدأ الموضوع من الأول. ده كده في سفر ملاخي إصحاح 3 من أول آية 7، الجزء بتاع الإنسان يسلب الله. لو جينا كده نرجع في العهد الجديد وفتحنا رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس إصحاح 8، مكتوب كده عنوانه برضه حسب الترجمة: السخاء في العطاء. بيتكلم على ناس كان عندهم سخاء في العطاء. يقول: ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونية. ده بولس الرسول بيحكي عن كنيسة جديدة لسه ناشئة. وغالبا الكنائس في الوقت ده ما كانش كنائس مباني، كانت كنائس عبارة عن بيوت بدأت تنشأ عن طريق المؤمنين. ودي كنيسة جديدة في منطقة اسمها مقدونية، ومقدونية دي اليونان.
وبدأ يحكي عليها بولس الرسول إنه في اختبار ضيقة شديد. الناس دي كان عندهم ضيقة، فاض وفور فرحهم. فاض وفور، وفور جاية من فوران. الناس عندهم فياض وعندهم وفور في الفرح. الفرح اللي كان بيوصفه بولس الرسول كتير مش عارف يوصفه ازاي، قال لك الفرح لدرجة الفوران. وفقرهم العميق لغنى سخائهم. مع انهم عندهم فقر عميق لكن كان عندهم في نفس الوقت سخاء. لا يفهم ان ربنا بيطالب الغني بس بالعشور، او اللي معاه فلوس بس بالعشور، او اللي معاه حاجات زياده بس بالتقدمه. لا، ده بولس الرسول بيحكي لنا عن ناس في مقدونيه فقراء وفي ضيقه، وكان عندهم فرح شديد جدا ان هم هيقدموا حاجه لربنا، وبيمدحهم لغنى سخائهم لانهم اعطوا حسب الطاقه. ادوا اللي في طاقتهم، وبعدين يرجع يقول انا اشهد وفوق الطاقه. يعني مش بس حسب طاقتهم، لا وفوق طاقتهم كمان، من تلقاء انفسهم، محدش طلب منهم، انا ما سالتش، هم اللي حابين يساعدوا، ملتمسين منا. تخيلوا ملتمسين منا دي يعني ايه؟ ده جايين يترجوا بولس يقول له ارجوك ارجوك اقبل منا. ما اكيد بولس الرسول كان هيرفض، لان شايف بعينه ان الناس دي في ضيقه. ما تخيل انت واحد مثلا مفلس وعليه قضايا والدنيا بايظه معاه، وجاي يقول لي ابونا خد العطيه دي. اقول له يا ابني طب ما تخلي، يا ابني ده انت بيتك محتاج، ده انت يعني محتاج لكل مليم. يقول لي لا يا ابونا ارجوك ارجوك اقبل عطيه. ده اللي حصل مع بتوع مقدونيا، اترجوا بولس الرسول يقبل منهم بطلبه قصيره ان نقبل النعمه وشركه الخدمه التي للقديسين. ارجوك خلينا نشترك في الخدمه. وكانوا مسمين اخوه الرب في الوقت ده قديسين، الخدمه التي للقديسين. ارجوك يعني اقبل منا ان احنا نساعد في خدمه القديسين. اقبل منا ان احنا نشترك في خدمه القديسين، وليس كما رجونا بل اعطوا انفسهم اولا للرب. ده مش بس ادوا فلوس، ده هم نفسهم قالوا احنا تحت امر ربنا. مش بس ان انا هدي فلوس هدي عطايا، ده انا هدي نفسي كمان بمشيئة الله. حتى اننا طلبنا من تيتوس انه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة ايضا. بولس الرسول كلف تلميذه تيتوس يجمع العطايا بتاعت مقدونية دي عشان يبعتها اورشليم، لان هم كانوا بيعتبروا ان هم يبعتوا فلوس لمدينة الهنا. اورشليم دي بيسموها كده مدينة الهنا العظيم، ان هم يكون ليهم شركة ان يبعتوا عطايا لاورشليم. بركة كبيرة جدا ما يستحقهاش. تخيل ان الانسان اللي بيدي حاسس انه كرم من ربنا كبير انه يقبل منه. يا ريت الناس تتخلي بالها من النقطة دي. كان في قصة سمعتها عن ابونا ارميا بولس. كان لسه اخ وكان بيلف مع ام الغلابه. عارفين ام الغلابه؟ ابونا بولس وهو كان لسه اخ مكرس كان بيلف مع ام الغلابه يجمع تبرعات للكنيسه. فجاله واحد بيديله تبرع، قال له بس عايز ايصال. قال له ماشي اوكي، نكتب الايصال باسم مين؟ قال له اكتب فاعل خير. قال له انت بتفعل خير مع ربنا؟ انت اللي بتعمل خير مع ربنا؟ قال له لا شوف لك حاجه تانية، انا مش هكتب فاعل خير دي. فاعل خير ازاي؟ انت عايز تعمل خير مع ربنا، انت اللي هتدي ربنا خير. ده لما ربنا يتعطف عليك ويقبل منك انت اللي هتاخد خير. اوعى تفتكر انت ممكن تعمل مع ربنا خير، ابدا، ولا تعرف تعمل مع ربنا خير. ده انت بمجرد ان ربنا بس يقبل منك. حتى دايما الدعوة اللي احنا
دايما كاباء نديها للناس لما يقدموا عطيه، وخاصه في الايام اللي احنا فيها دي، نقول له ايه؟ ربنا يقبل عطاياك، بنترجى من ربنا يقبل اللي انت قدمته. لا تكون فاكر يعني بمجرد ان انت قدمت فانت بقيت مزكى امام الله، ابدا. ده احنا بنترجى من ربنا ان يقبل العطيه دي منك. فقال له لا لا لا، في ايه فعل خير دي؟ قول من يدك واعطيناك، ابن المسيح، الفقير لله، اي حاجه. لكن ما تقالش ان انا فاعل خير، مش انت تعمل خير مع ربنا، ربنا يعمل معانا خير كلنا ويغطينا ويغرقنا. كنت لا افتح لكم قوى السماء. مين يقدر يدي ربنا خير؟ مين يقدر؟ ده احنا كلنا في رحمه ربنا. بولس الرسول لما قال الكلام ده قاله في كورنثوس عشان يحرك قلب الكورنثوسيين. شايفين بتوع مقدونيا عملوا ايه؟ خلى قلبكم يتحرك شويه، بطلوا اللي انتوا فيه، لان بتوع كورنثوس كانوا متعبين شويه، كانوا متعبين. فهم شايفين بتوع مقدونيا يتعلموا منهم. ده ادوا بسخاء واكثر من الطاقه ومن تلقاء نفسهم، ما حدش طلب منهم، هم اللي جريوا يدوا، هم اللي جريوا يدوا. وحقيقي في ايامنا دي بنشوف، في ايام البركه اللي احنا فيها دي، ناس كتيره تدي وفي الخفاء، لدرجه ان احنا نبقى بنتحايل عليهم ان نعرف اسمهم. يقول لي يا ابني طب قول لي اسمك ايه؟ يقول لي هو انت تعمل ايه باسمي؟ طب انت من كنيسه ايه؟ يقول لي من كنيسه المسيح. يعني كنيسه ايه؟ يعني كلها كنيسه المسيح. من اي كنيسه خلاص يا ابونا. طب انت مين؟ انا اي حد يا ابونا. مش عايز لا يقول لا اسمه ولا تليفونه ولا هو من كنيسه ايه ولا منين. انا اديت العطيه للمسيح، مش مهم تشكروني، مش عايزكم تعرفوني. انا خلاص سلمتها للمسيح، سلمتها لايد المسيح. عشان كده من اهم حاجه لازم تركز فيها ان من بدايه الخطيه اللي عرفها البشريه، بصرف النظر عن خطا ابونا ادم، اول خطيه عرفتها البشريه دايما نقول القتل. لما قايين قتل هابيل، لا هي كان في خطيه صغيره قبليها، ان قايين ده قدم تقدمه لربنا مش مرضيه. هو ايه مشكله قايين اصلا؟ ان قايين قال لك انا ايه اللي خليني اذبح من الغنم؟ ما الغنم حلوين اهم حواليا بيسليني، وخليهم موجودين يكبروا ويسمنوا ويخلفوا ويكتروا. الزرع كتير، ادي ربنا من زرع الارض. ايه المشكله يعني؟ هو لازم يعني هو قال تقدمه حيوانيه دي تقدمه حيوانيه؟ الجود بيه يقبله. احنا اللي بندي، فربنا ما نزلش نار من السماء. لكن بيبص على اخوه، لا ربنا نزل نار. مش يفهم ان التقدمه بتاعتك دي مرفوضه لانها مش حسب اولا قلب بيدي بفرح. ولازم ما ننساش ان المعطي المسرور، واهم حاجه يكون ايه؟ مسرور، يحب الرب. هو ما كانش مسرور، هو كان عايز يقدم الموضوع ويخلص حاجه كده كما لقوم من عاده. فربنا ما قبلش العطيه، بدل ما يحاول يصحح الموقف اللي هو فيه راح قتل اخوه. عشان ربنا قال ايه؟ ما يبقاش فيه قدامه غيره، فيضطر يقبل ربنا بايه؟ باللي هو يقدمه له. لا ده يعني عقل محدود جدا وذكاء يعني متدني. ايه يا قايين اللي انت بتعمله ده؟ ايه التفكير الغريب ده؟ هو انت لما تقتل اخوك مش خلاص كده ربنا مش هيشوف غيرك فهيضطر يقبل الذبيحه بتاعتك؟ هو ربنا عايز منك حاجه يا ابني؟ ده انت بتقدم عشان ربنا يقبلك، مش ان ربنا محتاج منك. يا ريت كل واحد فعلا لما يقدم عطيه لربنا يعرف ان انت بتدي ربنا من الخير اللي هو مديهولك، ان اصلا كل الخير كان من ايد ربنا. ان كنت بتدي 1/10 من المفروض تقدمه، فكل ال10 أعشار كانوا كلهم اصلا بتوعه. ده انت بتدي له 1/10 من ممتلكاته عندك. ولو جينا نمشي في نفس السكة هنلاقي نفس الكلام، مش مع بس قايين وهابيل بس، هنلاقي ابونا ابراهيم فقدم العشور، قدم العشور لملكي صادق. ودي كان اول مره نسمع كلمه عشور بشكل رسمي. يمكن في موضوع قايين كان مجرد تقدمه للرب.
لكن في سفر ملاخي اللي اتفقنا ان هي العشور والتقديمات. نفس الكلام لما نيجي نفتكر قصة نوح في الفلك، هنلاقي نوح بيبني فلك عشان ينجي من الطوفان، وبيجيب من كل الحيوانات أزواج عشان يحفظ جنس الحيوان في الكرة الأرضية. يجي في بعض الحيوانات ياخد 7 أزواج. ليه؟ يقول لك أصل دول هيتقدم منهم ذبايح لربنا. يا عم طب لما تطلع من السفينة على خير، ويسيب الحيوانات تتجوز، ولما يخلفوا بقدم ذبايح براحتك، مستعجل ايه؟ يقول لك لا 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 لا، فرض ربنا ما يتأجلش. ما لو الدنيا اتطربقت، وصية ربنا ما تتأجلش. حتى لو احنا في كارثة، حتى لو انا في سفينة عايمة مش عارف هي رايحة فين وجاية منين، حتى لو انا مش عارف هخرج من السفينة دي امتى، حتى لو المية بتطلع من الارض وبتنزل من السماء والسفينة عايمة وانا مش عارف الموضوع ده يخلص ازاي، لا لا، حق ربنا ياخده. يعني نوح كان بيقدم الذبيحة جوه الفلك، كان بيقدم الذبيحة جوه الفلك، كان بيذبح ويسلخ ويحط مذبح، وربنا ينزل نار من السماء وتاكل الذبيحة جوه الفلك. ما كانش مستني لما يطلع من الفلك. وأول حاجة عملها لما خرج من الفلك عمل مذبح. حق ربنا، حق ربنا ما كلهوش، حق ربنا ما كلهوش. عشان كده ربنا النهارده بيوصينا يكون عندنا سخاء في العطية. مش ان انا مرتبي قد كده طلعت قد كده ربنا خد حقه. لا، خلي عندك سخاء، خلي عندك سخاء. لما تدي، ادي بمحبة، واللي بيدي محبة بيدي بسخاء. خلي ايدك في العطا سخية، خلي ايدك في العطا سخية. مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. يعني ربنا يفرح قوي بالانسان اللي عايز يدي، الانسان عنده محبة، الانسان ما عندوش تمسك بالارض، ما عندوش تمسك بالاموال، ما عندوش تمسك بالفلوس. يقول لك كده انت بتحدد الخير اللي ربنا يديهولك على قد العطيه اللي بتديها. يعني وكانك مثلا بتقول لربنا انا مش هقدر اطلع غير كده، هو ربنا يقول لك انا مش هدي غير كده. لكن تعالى كده ادي، تلاقي ربنا يديك اكتر. يقول الكتاب المقدس ولا صديق يلتمس خبزا ولا ذريه لهم تلتمس خبزا. يعني مستحيل انسان يكون ماشي في طريق ربنا ويعوزه حاجه او ينقصه حاجه. عمر ربنا وسط الغلاء ده كله ووسط العيشه الصعبه اللي احنا عايشينها حد في بيته ناقص حاجه؟ كلنا بنتكلم على الغلا، وكلنا بنتكلم على الاسعار، وكلنا بنتكلم ان الدنيا بقت غاليه جدا، وان اسعار الهدوم اتضربت في 10، وان الاكل والشرب ما بقاش متوفر كل اصنافه. طب تعالى على اسال نفسك سؤال تاني ايجابي: هو انا بيتي ناقص حاجه؟ هعيد ولا مش هعيد؟ هعيد. عندي لبس ولا ما عنديش؟ عندي. عندك اكل ولا ما عندي؟ طب بتفكر ليه في الشق السلبي؟ هل ربنا ما ادكش احتياجك؟ ابدا. ده ربنا عنده استعداد، وكور الدقيق لا يفرغ، وكوز الزيت لا ينقص. هتلاقي ازازه الزيت اللي قاعده عندك في البيت دي ما بتقلش. شويه الرز اللي انت جبتهم في 2022 هيكفوك لغايه 24. تفهمش ازاي؟ بركه ربنا تغني ولا يزيد معها تعب. الانسان اللي في حياته بركه هتلاقي ربنا دايما بيبارك في كل حاجه هو بيعملها. ده اللي عايز يعلمه لنا الكتاب المقدس، ان ما يكونش عندك تمسك بالمال. تلاقي ربنا مدح المرأة ذات الفلسطين، اشمعنى؟ عشان ادت من اعوازها. فاذا الوصيه بتاعت العشور مش للاغنياء. يعني الناس بتفهم غلط ان ربنا بيطلب العشور والبركه من اللي معاهم فلوس. ابدا. ده كل كلام الكتاب المقدس بيتكلم عن فقراء، ان هو عايزهم يدوا. يا رب الموضوع ماشي بالعكس. يقول لك لا، هو مش ماشي بالعكس، هو ماشي كده صح. تلاقيه مدح المرأة ذات الفلسين. بولس الرسول بيمدح بتوع مقدونيا اللي عندهم ضيق وشده ومع ذلك عايزين يساعدوا القديسين في اورشليم. في ازمه ما بين اخين وربنا ما قبلش برضو التقدمه بتاعت قايين.
فلك عايم على وجه الارض ما فيهوش غير 8 افراد وشويه حيوانات وشويه حاجه بسيطه يا دوب على قد الفلك ما يشيل، ونوح بيذبح ويقدم لربنا. طب يا رب خلي الحيوانات دلوقتي عشان لغايه ما الامور تستقر. طب عشان الحاجه دي شايلينها للزمن خالص. لا لا، قدم، مالكش دعوه انت بالزمن. وده اللي عمله ايليا مع المراه بتاعت صرفة صيدا. قال لها اعملي لي اولا، انا الاول. ما هو لو ما كانتش عملت الاول ليه كانش هيبقى فيه بركه. ما هو ايليا عشان عارف ان البركه لازم تدي من الاعواز. ايليا ما كانش قصده ان هو يعني يمغص قلبها، ولا يخليها وهي بتعمل له الفطيره تدعي عليه وتقول له يعني حرام عليك يا اخي، ده ما فيش غيرها في البيت وكمان عايز تاكلها، يعني انت بتحرجنا. ما كانتش عايزها تدعي عليه وهي بتعملها له. لا، ده هو كان قال لها هو ده شرط البركه، تدي من اعوازك تاخدي بركه. هو ده اللي حصل. قال لها اعملي لي اولا، بعد كده اعملي انت وابنك. ولما عملت له، وهي كان كل اللي عندها يا دوب تعمل له الفطيره دي بس، قال لها بصي، طول ما انت عايشه شايفه الكوز بتاع الزيت ده مش هينقص، افضلي اسحبي منه هيفضل مليان. وشايفه الكوار بتاع الدقيق هيفضل مليان، اسحبي منه زي ما تسحبي هترجعي تلاقي الدقيق موجود. مفيش حاجه هتنقص. ربنا ما اداهاش فلوس، ما خلاهاش لقت كنز، ما بتفحتش لقت اثار، لكن الحاجه بقى فيها بركه. الحاجه بقى فيها بركه. ما ربنا عال بني اسرائيل في البريه. عال بني اسرائيل في البريه كان في جيبهم فلوس، طب يعملوا بيها ايه في الصحراء؟ كان بينزل لهم الاكل اكوام، بالعكس ده اللي كان يخزن الاكل داود. يعني لو كان حد يقول لك بين مكسر ومقلل، يجيبوا يلاقوا المن نزل من السماء، يحطوا في الكوز بتاعهم. كتر براحتك او قلل براحتك، ما يفرقش، هتاكل على قد طاقتك واللي هيعدي عليه الوقت يدود. طب ليه يا رب؟ بس مش عايزهم يكنزوا. ما يكنزوش، اللي يمشي معايا ما يكنس. حتى قال كده للتلاميذ، قال لهم طوب واحد، عصايه واحده، حذاء واحد، ما تاخدوش حاجه زياده. ليه يا رب؟ ده احنا رايحين كرازه ورايحين في بلد الله اعلم هي فين. اللي يمشي معايا ما يكنس، اللي يشتغل معايا ما يحوش، يبقى اتكالوا عليا، انا هسد احتياجك، خليك واثق فيا. اوعى تتكل على المال، اوعى تتكل على عندك في البيت، اوعى تتكل على الخزين، اتكل عليا انا بس. واحسن مؤشر للاتكال على ربنا ان انت تدي. انا مش خايف، في غلاء هدي، مفيش غير هما كيسين الرز اللي عندي، هدي كيس واكل كيس. ده هما مفيش غير هما 5 كاس مكرونه، هدي 2 وهاكل 3. ده انا ما عنديش غير طقمين والاخ اللي جنبي مش هيعيد، هو ياخد طقم وانا طقم. ما تفرقش، ما تفرقش. ليه؟ لان انا متكل على ربنا. ما عنديش اتكال على مال، ما عنديش اتكال على سلطه، ما عنديش اتكال على فلوس، عندي اتكال على ربنا بس. ده اللي كان ربنا دايما يحاول يصدره او يفهمه لكل اللي بيشتغلوا معاه. اوعى تفتكر ان انت تعتمد على حاجه. خليك واثق اللي انت هتديه لربنا باليمين هيرجعوا لك 10 اضعاف. مش هيرجعوا لك 10 اضعاف عشان خاطر ربنا بيسد الدين اللي عليه، لا، هيرجعوا لك 10 اضعاف عشان تدي اكتر. هو تفتكر انت ممكن تدين ربنا؟ ابدا، خالص. ده هو ربنا لما بيديك كتير بيقول لك ادي بقى كتير. انت بتحب العطاء وانا كمان بحب العطاء، انا كمان احب ادي. خليك ما دام ابني، خليك شبهي. انا بحب ادي، وبحب ادي بسخاء. يقول لك الصديق يعطي ولا يمسك، ما يبقاش ماسك. في يوم الشده ينجيه الرب. من اجل العطاء اللي هو بيديها ده ربنا ينجيه من كل شده. يقول له لا، ما انت سايب رصيد حلو وراك، انا مش هتخلى عنك. في كتير من القصص، ويعني لو قعدنا نحكي للصبح مش هيكفينا وقت، ان ازاي ربنا ممكن يشتغل بالقليل.
ربنا يشتغل بإلهي. كنت لسه قريب سامع قصة، هي ممكن ملهاش علاقة باللي أنا بقوله، لكن هي ليها علاقة بالاتكال على المال عامة يعني. القصة دي معجزة لأبو سفين. واحدة اتكرر لها عملية، كانت عملية صعبة جدا، أنا مش متذكر بالظبط العملية كانت إيه، والدكتور حدد لها العملية، قال لها تعالي يوم الأربع الساعة كذا المستشفى. والعملية كانت هتكلف مبلغ كبير في وقت زي ده، كان تقريبا حوالي 60 70 ألف جنيه، والكلام ده مثلا من حاجة و20 سنة. 60 70 ألف جنيه ده رقم. فقال لها العملية حوالي 60 70 ألف جنيه، وتعالي يوم الأربع وتدفعي الفلوس في المستشفى واطلعي واعملي وسوي. خلاص اتفقوا على كل حاجة، والدكتور حدد ميعاد العملية وحجز لها المستشفى كل حاجة. فاضل ان تروح تدفع و... والدكتور هيجي لها الميعاد. هي قررت ان هي قبل ما تروح العملية تروح تزور دير ابو سفين. فراحت دير ابو سفين، واقفة قدام الأيقونة عمالة تبكي، وانا خايفه من العمليه وعندي ولادي، وممكن ما اقومش من العمليه، وممكن اقوم عاجزه، وممكن اموت، وممكن وحاجه كده جواها خلتها قالت كده لابو سفين: بص، انا مش رايحه العمليه، والعمليه دي عندك. وراحت فاتحه الشنطه، مطلعه ال70 ألف جنيه وسقطتهم في الصندوق. ده لسه العمليه ما اتعملتش، ميعاد العمليه ما جاش، ولسه لا خفت ولا عملت، هي نزلت تعبانه. وراحت حاطه الفلوس في الصندوق بتاع الدين ومشيت، وراحت المستشفى يوم الاربعاء. عملوا لها الفحوصات الاولانيه، ان لقوا حاجه فيها. قال لها لا، ارجع الدكتور تاني. رجعت للدكتور، يقلب فيها يمين شمال، مفيش حاجه. لا فهميني ايه اللي حصل، ده انا لسه كنت كاشف عليكي وفحصك والموضوع محتاج عمليه، ايه اللي حصل؟ قالت له انا حطيت ثمن عمليه لابو سفين. قال لها ابو سفين عمل لك عمليه؟ اللي احنا فيه ده حاجه فوق طاقه البشر وفوق عقل البشر. على فكره الدكتور حي يرزق الى هذا اليوم، الدكتور لسه عايش. وانا سمعت القصه دي من بق الدكتور، بس كان بيحكيها لحد من الاباء يعني. انا كنت يعني بالصدفه قاعد في نفس المكان وهو الدكتور بيحكي لابونا القصه، فانا سمعتها وهو بيحكيها له يعني. الدكتور ما زال عايش يعني. انا ما اعرفش الدكتور ده في اسكندريه ولا في القاهره، شفتهوش قبل كده. كان بيحكي للكاهن اللي انا كنت قاعد جنبه ده القصه دي، ان هو شاهد عيان ان المريضه حدد لها ميعاد يوم الاربعاء، وراحت حطت الفلوس في الصندوق. ربنا ما بيتدينش، ربنا ما بيتدينش. عشان كده اللي عايزك تتعلمه النهارده، ان حتى لما تيجي تدي عطيه قول له يا رب من يدك واعطيناك. ما تقولش فعل خير دي ابدا، مش انت اللي تعمل خير مع ربنا. قول له كده: من يدك واعطيناك، ابن المسيح، رجاء صلاه، اي حاجه، طالب صلاه. ناس كتيره بتكتب طالب صلاه دي، طالب صلاه، ماشي، حلوه تمشي طالب صلاه، طالب معونه، طالب رحمه، طالب توبه، طالب اي حاجه، انت اللي بتطلب. لكن فاعل خير دي مش بتاعتنا خالص، دي كلمه دخيله. فاعل خير عن مين؟ تفعل خير مع مين؟ مع مين بتفعل خير؟ مع صانع الخيرات. ده مش كل صلاه تقول له نشكرك يا صانع الخيرات، يبقى هو صانع الخيرات وانت تعمل معاه خير؟ ما تجيش، ما تجيش ابدا. هو فاعل كل الخير، هو عنده مصدر كل الخير. فانت يا دوب يا بتطلب صلاه، يا بتطلب رحمه، يا بتطلب معونه، يا اما بتقول له يا رب الخير ده بتاعك وانا برجعه لك من يدك واعطيناك. اي حاجه تمشي مناسبه. فلازم نتعلم موضوع العطاء، واوعى تستقل الفلوس اللي في ايدك، واوعى تقول ده اللي جاي على قد اللي رايح. الانجيل ما علمناش كده خالص، بالعكس، طلع من اعوازك حتى لو من احتياجك. اتعود كده وشوف بقى ايد ربنا، هو الوحيد اللي قال لك اعملوا ده وجربوني، بجربوني بهذا. هو اللي قال لك خلاص، قول له يا رب على وعدك، على كلمتك القي الشبك. انت اللي قلت جربني وانا بجربك اهو يا رب. انا بديك من اعوازي وانت اللي تقدر تسد احتياجي. شوف عمرك ما هتعوز، ولا عمرك هتحتاج، ولا عمرك هتمد ايدك. ليه؟ لان انت فعلا متكل على صنع الخيرات. ولا ربنا مجد دائما ابدا، امين. اه هنصلي، وبعد كده في هديه كده بمناسبه راس السنه والكريسماس.
نوزعها لك وانتوا طالعين. اتفضل نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين كلك بشكر. يا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خذ لك فنعطينا اليوم، واغفر لنا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا